اهلا وسهلا بيكم في شاي ولذيذ مع نانو. النهارده ان شاء الله هنعمل فيديو مشتريات شهر 6 باذن الله. ان شاء الله كل شهر هعمل لكم فيديو بالمشتريات. تمام. دي مشتريات السوبر ماركت اللي هي مشتريات الخزين، يعني مكرونه، رز، دقيق، ملح، كل الحاجات دي، منظفات. هوريكم بقى الانواع اللي انا بستخدمها وهقول لكم يعني ايه رايي فيها بصراحه، وهي احسن الحاجات اللي انا بستعملها، وايه هي البدائل اللي ممكن تجيبيها، وهقول لك كمان الاسعار، هقول لك بالاسعار. تابعوا معايا الفيديو كده ان شاء الله يعجبكم وتستفيدي ولو باي حاجه منه وتستفيدي بالاسعار. وتعرفي يعني ايه الاسعار اللي انا جبت بيها الحاجات دي. اول حاجه انا وريتك صابونه قمية، انا مش بجيب غير صابونه واحده او صابونتين في الشهر، بس ده عشان بس ايه، دي لغسيل الايد بس فقط لا غير. تمام. تمام. جبتها الواحده ب8 جنيه ونص. وكمان جبت كيس اوكسي نص كيلو ب25 جنيه. ده الغسيل اليدوي، اللي يعني الحاجات اللي هي مثلا ايه، حاجات كده بتتغسل على الايد او على الغساله الصغيره اللي هي ايه، الغساله العاديه، اللي هي الغساله بتاعت الاطفال دي. وجبت كمان اللي هو شاور ماي، ده حلو قوي، اللي هي براند العروسه دي، حلو جدا. ممتاز بصراحه، ريحه وبيدي نعومه جميله جدا. جربوه هيعجبكم قوي. انا جايبه اللي هو اللترين ونص ده ب49 جنيه. وكمان جايبه مسحوق الاوتوماتيك. مسحوق الاوتوماتيك ده اوكسي 4 كيلو زائد كيلو هديه، يعني 5 كيلو. حلو بصراحه، انا بقالي فتره بستعمله. آه ال هو دلوقتي طبعا غالي جدا بقى. جايبه ال4 كيلو دول، يعني هم 5 كيلو. جايباهم بحوالي 230. جبت كمان اوكسي مسحوق، اوكسي سوري، اوكسي صابون المواعين، سائل المواعين ده. بصراحة انا كنت بستعمل قبل كده فيبا، وبستعمل اللي هو بريل برضو. الاتنين حلوين مفيش مشكلة، ولكن انا جبت كده كان بالصدفة، جبت ازازة من اوكسي. آه كانت تفاحة بالنعناع. هقول لكم بقى عليها بعد ما اخلص الحاجات اللي انا بقول لكم عليها دي. نشا النص كيلو انا جايباه ب16 جنيه. تمام. هو نص كيلو بس اللي انا بستخدمه في الشهر. جبت مكرونه حوا بتعتبر يعني هي ايه، م- احسن المكرونات اللي موجوده بالنسبه مثلا للحاجات اللي هي موجوده بقى، بساطه ومش عارف ايه والحاجات دي كلها. وانت لو حسبتيها هتلاقيها هي على فكره. يعني انت لو جبتي بساطه دي اللي هي مثلا 250 جرام او 300 جرام، ب8 ولا ب7، طب ما هي دي ب9.5 و400 جرام. تمام. دي ب9.5. انا جايبه منها اللي هي القلم وجايبه لسان عصفور واحد بس، وجايبه اللي هي الصغيره قوي دي اللي هي بتاعه التحمير، وجايبه كمان الاسباجيتي. هي حاجه اكتر حاجه جايبه منها الاسباجيتي. انا بستخدم دقيق ايه، بستخدم دقيق الكوثر. بصراحه دقيق الكوثر ممتاز جدا 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 في المعجنات، ممتاز جدا 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 في النواعم، حلو قوي. تمام. حلو. وسعره كمان معقول. انا جايبه دقيق الكوثر جايباه ب18 ونص. جايباه ب18 ونص. حلو قوي بصراحه، انا بستخدمه في كل حاجه. يعني لو هتعملي رقاق، هتعملي فطير، اي حاجه، هاتي دقيق الكوثر، حلو قوي. انا هنا عايزه اوريكي هو قد ايه نسبه هو مكتوب عليه دقيق فاخر لجميع الاستخدامات. ماشي، دقيق فاخر لجميع الاستخدامات. وجايبه كمان هنا ازازه زيت كريستال عباد، دي كان عليها عرض، كنت جايباها ب110. دي انا بستخدمها لعمايل، مثلا لو هعمل كيكه او هعمل رز او الحاجات دي، يعني بستخدمها في الاكل. ولكن الزيت التاني اللي هو زيت شطاره ده جايباه للقليه. ده كده جايباه للقليه. تمام. تمام. ده واخداه، يعني انا جايباه من التومين صراحه، مش مشترياه، ده انا جايباه من التومين. الازازه ب54 جنيه، 800 جرام. كمان في المنظفات انا جايبه كلوركس الالوان ب35 جنيه الازازه، فيها 1 لتر. هنا بقى ده الخل ده
ممتاز، يعني فوق الممتاز. انا بحبه جدا، بقالي سنين سنين بستخدمه، ما بستغناش عنه ابدا. وحاولت اجرب اي نوع تاني اللي هو وادي فود او هانز او اي حاجه من دي، بس ما انا بيعجبنيش غير ده بصراحه. ده حلو قوي، يعني جربوه هيعجبكم. انا جايباه ب 11 ونص، يعني سعره معقول. جبت روابي كمان. روابي حلوه قوي، السمنه اللي هي السمنه القشطه دي حلوه قوي، كنت جايباها في رمضان وعجبتني، فجبت واحده. العلبه ب110، وده عرض ملح نور. التلات علب ب15 جنيه بدل من 18 جنيه. ملح نور طبعا لا يعلى عليه. لو انت عايزه نوعيه ملح كويسه وبتسالي على حاجه كويسه وجوده عاليه، هاتي ملح نور. هو هتلاقي سعره عالي شويه بس حلو قوي، سعره ارتفع جدا. انا كنت بجيب الكرتونه ب35 جنيه، فيها 40 كيس، اللي هو الكيس فيه 200 جرام. دلوقتي طبعا السعر ارتفع، سالت عليها قال لي ب50، بس برضو ما لقيتهاش، فغيرت النوعيه. بس لما لقيت العرض ده جبته. تمام، يبقى احنا كده انا وريتكم السمنه. إيه كوركس الالوان ده آه انا بستخدمه في ايه؟ بستخدمه بحطه في الاوتوماتيك للالوان. وكمان يعني بغسل بيه، بحطه في الحمام وانا بنضف بيه الحمام وكده. ودي زبدة فرن، دي بستخدمها في الحلويات او في الفطاير. تمام. دي الكيلو ب88 جنيه. تمام. طبعا انت تقدري تستخدمي الحاجة اللي انت بتحبيها، بس انا بحبها وبفضلها عن اي نوع تاني موجود في السوق. طبعا غير النيوزيلندي طبعا لا يعلى عليه. بس طب انت لو هتجيبي نيوزيلندي، طب ما هو البلدي احسن طبعا. ما هتجيبي بلدي بدل ما تجيبي النيوزيلندي، لان تقريبا الاتنين في سعر واحد. تمام. هنا بقى هقولك بقى ايه البدايل للحاجات دي. انت ممكن تستخدمي بدل اوكسي اللي هو الصابون المواعين، ممكن تستخدمي اللي هو وفير برضو ارخص. بس انا جايبه اوكسي ده ب55 جنيه، كان عليه عرض. هو في الاصل ب65، بس عليه عرض 2 كيلو ونص. انا قلت لك ان انا كنت مستخدمه قبل كده ازازه ليمون بالنعناع اوكسي فكانت بصراحه ممتازه، يعني كنت بحط معلقه واحده بغسل كميه مواعين قد كده. فهو حلو قوي، فما جربته عجبني قوي، فقلت اجيب الجيركن واشوف. انا ان شاء الله هستخدمه وهقول لكم هو قاعد معايا قد ايه بالظبط. ان شاء الله الشهر الجاي باذن الله لو عشنا وكلنا عمر هقول لكم هو قاعد معايا قد ايه، وهقول لكم برده الجيركن احلى ولا الازاز الصغيره. تمام. بس لو انت لقيتي اللي هو ليمون بالنعناع هاتيه على طول. حلو قوي بصراحه، انا دورت عليه ما لقيتهوش. ما كانش فيه غير الازاز الصغيره، وانا كنت عايزه جيركن كبير عشان يقعد معايا فتره. وكمان ايه اللي انا كنت عايزه اقول لكم عليه؟ طبعا الدقيق اللي ترتاحي له طبعا انت هتجيبيه، بس انا بقولك على النوعيه الكويسه اللي انا بحبها. و... ويعني النتائج بتاعتها حلوه جدا. كمان عندك اللي هو الاوكسي المسحوق. والاوكسي المسحوق بصراحه ريحه ونظافه حلو جدا. فانا بجيبه للاوتوماتيك وبجيبه للغساله الصغيره العاديه. لو انا هغسل عليها اي حاجه فوط مطبخ الحاجات من دي. تمام. ممتاز بصراحه. بس كده. انا بحب بقى مكرونه حوا، علشان مكرونه حوا ما بيبقاش فيها نشا كتير. تمام. حاولي تجيبي الحاجات اللي انت محتاجاها في العروض، يعني في مكان بيعمل عروض، فانت هتوفري مثلا مبلغ كويس يعني في العروض. طيب لو مفيش عروض، انا عن نفسي انا بشتري حاجتي يعني مش كلها على بعضها، على ايه، على فترات. طيب انا ليه مش جايبه رز ولا جايبه شعريه؟ لاني انا الرز بجيبه الشكاره الكبيره وبتقعد معايا فتره كبيره، فبنسى بقى الرز كده فتره، فما بجيبهاش اللي هي الاكياس الصغيره. والشعريه نفس النظام، بجيب برضو شكاره للشعريه وبتقعد معايا فتره برضو. تمام. بالنسبه للسكر، السكر انا بجيبه من التومين، وكمان بيبقى عندي بجيب مثلا كيلو او حاجه للحلويات بس. ماشي. فانا عندي فما جبتش. طبعا المسحوق الاوتوماتيك ده طبعا مش كل شهر بجيبه. تمام. هو ممكن يقعد معايا كده شهرين، ممكن اكتر، فحسب بقى ايه التسهيل. فانا هقول لكم برضو هو قاعد معايا قد ايه بالظبط. تمام. لكن الزيت بقى الحاجات دي والمكرونات والحاجات دي كلها بتيجي كل شهر. او الشاور، كلوركس للالوان، كل الحاجات دي بتيجي معانا بالشهر.
طبعا لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وان شاء الله يكون الفيديو عجبك وتستفيدي من الاسعار او من اي حاجه موجوده، او لو انت محتاره تستعملي نوعيه معينه فاستعملي وجربي الحاجه اللي انا بجربها او اللي انا مستعملها، ان شاء الله تعجبك. واكتبوا لي في الكومنتات انتوا بتستعملوا سمنه ايه، وبتستعملوا انهي دقيق وانهي نوع مكرونه وانهي نوع شاورما. اكتبوا لي في الكومنتات الحاجات اللي بتستعملوها، واشوفكم على خير في فيديو جديد.